السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حبة، فيديو جديد هنعمل مع بعض ان شاء الله. الطاجن الجميل ده حاجة كده تحفة. ان شاء الله هتعجبكم، يعني حاجة كده خفيفة وسهلة وسريعة كله على بعضه كده، يعني طبخة الحلة الواحدة ومش هتاخد معانا وقت خالص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتعالوا نشوف طاجن الخضار ده باللحمة عملناه ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة بقى تعملوا لنا لايك للفيديو ده، علشان اللايك اللي برفع الفيديو ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب. تعالوا معانا بقى على النار. تعالوا معانا على البوتاجاز، بلاش النار دي. ربنا يكفينا شر النار يا رب وعذابها. معايا انا طاجن حطيته على النار وحطاه تحت شياطة، متحطوش على النار مباشرة. سبته سخن. معانا هنا بسلة وجزر وكوسة، وفاصوليا خضراء، يعني شوية خضار كده ايه يفتحوا النفس، وبصلاية وطماطميتين بشرهم بالمبشرة. حطيت قطعة زبدة في الطاجن. وانا سلقه اللحمه. طبعا انا ما حبيتش اوريها لكم سلق اللحمه عادي، يعني مش واخده فيها اي حاجه. هنحط البصلايه، هنشوح. يعتبر ده ني في ني كده يا جماعه، يعني ما فيش بقى تسبيكه ولا الطماطم متسبكه قوي وهتحمى على قلبنا. انتوا عارفين الايام دي الواحد بيحب الحاجه اللي هي بتبقى هاديه في الاكل. حطيت رشه ملح عشان تدبل معانا البصل بسرعه. انا حاطه الطاجن على النار الاول لما سخن كويس. تمام. هنحط شويه فلفل اسمر، تبقى حلوه قوي مع البصله وانت بتشوحيها، بتديها ريحه حلوه. والخضار ده طبعا يعني كله حاجات مغذيه جدا. اللي ما بيحبش بقى الخضار هتجمعيه كله في طبخه واحده، هياكلوه ان شاء الله، وحاجه حلوه قوي. حطيت الطماطمايه المبشوره. انا مش هحط صلصه، انا عايزاه لونه كده فاتح، مش عايزاه لونه مش طبيخ، انا عايزاه يبقى برام كده حلو في الفرن. بس هسويه كله في الطاجن وبعدين هيغلي غلوة واحطه بقى في الفرن يستوي براحته. حطيت الخضار. معانا ايه؟ بطاطس وكوسة وبسلة وجزر وفاصوليا خضراء. الخضار حلو قوي قوي اليومين دول، الحاجة حلوة. ربنا يجعل دايما الخير عندكم يا رب. حط شوية فلفل اسمر. طبعا الملح بقى انت تدوقي وتشوفي الملح بتاعك على حسب الاكل بتاعك. حطيت ملح. هنحط رشة من 7 بهارات بس كده، ومش هنحط حاجة تاني. هنشوح بقى الخضار. انا حاطه ده بس على ما الخضار يدبل معايا شوية وبعدين اكمله زي ما انتم شايفين كده. هو الخضار ما شاء الله كده كده لسه هينزل ميته ولسه هيدبل، هيجي في الطاجن زي الفل. اللي يوصل لغاية هنا بقى يعمل لايك للفيديو حلو كده، وشيروا الفيديو لاصحابكم. حاجات الحاجة جميلة والله. الطاجن فعلا كان حلو قوي، وبألف هنا وشفا على اللي هتعمله يعني، وجربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه. هنحط بقى اللحمة. انا كنت مسوياها واخدة عاملاها شوربة كمان عشان ناخد الشوربة نسقي بالخضار. تمام كده. انت مش حابة تعملي فيه لحمة، الخضار زي ما هو كده، حطوا له مكعب مرقة وحطيه في الفرن، هيبقى برضو زي الفل، وهيبقى احلى من كده كمان مفيش. وممكن تعمليه بالفراخ برضو، قطع فراخ، او هتعمليها بحالها برضو ينفع. ده او ده ينفع معاكي. كل حاجة شغلي نفسك كده وشغلي دماغك، اعملي اللي انت عايزاه، وبأقل امكانيات وبتكلفة بسيطة ان شاء الله. ربنا يرخى علينا الغلو اللي احنا فيه ده يا رب، واسترها معانا. كده خلاص. هسيب بقى الطاجن ياخد غلوتين 3 وبعدين هدخله الفرن يستوي براحته. انا بدوق اشوف الملح بتاعه. كده خلاص. هنغطي بقى وندخله الفرن لغاية ما يستوي. كده خلاص معايا الطاجن خرج وبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله، يعني الريحة جايبة من اخر البيت. تعملوه ان شاء الله وهتجربوه بالطريقة بتاعتي، حلوة قوي وحلو ني في ني كده، ما يبقاش ايه حامي ولا اي حاجة، والخضار جميل ومستوي وزي الفل. ربنا يصلح حالكم ويصلح حالنا جميعا. مع السلامة.